انا جاي النهارده اكلمكم عن مكان سمعت عن صاحبه قصص كتير قوي، انه ساب اوروبا مع انه كان شغال هناك بفلوس كتير جدا عشان ما يشتغلش في لحم الخنزير، وتاني حاجه عشان يحقق الحلم اللي هو بيحلم بيه من زمان. انا النهارده في اسكندريه في لوران عشان اجرب بابا كارلوس. بصوا انا دلوقتي المفروض عند بابا كارلوس. الشيف ممدوح الناحيه الثانيه، انا استلمت الاوردر بتاعي خلاص وهو اللي واقف هناك ده، فانا هعدي اسلم عليه سوا. السلام عليكم شيف ممدوح. لا لا لا، بعت لك رسالة. أنا بعت لك رسالة. عمل ايه؟ اهو شيف ممدوح. كالعادة طلبت حاجة من كل حاجة عشان ابقى جربت معظم المنيو واقول لكم بالظبط تاكلوا ايه من هناك، بس للأسف انا رحت بدري شوية فكان المدفع لسه ما اتعملش. المدفع عندهم بيبدأ من الساعة 5. ابتديت اول حاجة بحواوشي مشكل لحوم سعره 60 جنيه. الحواوشي او العيش بلحمة كان طعمه رايق الصراحة، اللحمة اللي جوه كانت كميتها كويسة، كان برضه محطوط عليه سلامي وبسطرمة وهوت دوج. انا بالنسبة لي الصراحة انا ما بحبش الهوت دوج في ميكس اللحوم، بس عامة غير كده البسطرمة والسلامي طعمهم مع اللحمة كان حلو قوي، وهو عامة الحواوشي كان طعمه حلو. بس هو ميكس الاطعمه بتاعته كده مع بعض الصراحه حلو. ماشي خش على اللي بعده. بعد كده دخلت في البيتزا سجق سعرها 70 جنيه. هو بيعمل العجينه كده ولا هي رفيعه خالص ولا هي تخينه، هي ما بين البنين كده، محطوط عليها صلصه وبعد كده جبنه موتزاريلا عليها من فوق سجق واوريجانو. عزمت كده على الراجل اللي كان واقف جنبي وبعد كده ابتديت ادوق. انا كان عندي الصراحه مشكلتين مع البيتزا دي. اول مشكله منهم ان انا كنت حاسس ان الجبنه الموتزاريلا دي لو كانت ميكس جبن كان هيبقى فيها طعم كده، كانت هتدي ايدج للبيتزا دي حلو. وتاني حاجه ان المكونات بتاعه البيتزا ما كانتش متوزعه كويس، يعني مثلا كان في بعض الحتت السجق فيها كان كتير قوي وبعض التاني كان فيها مثلا حته سجق واحده، وهكذا برضه في الاوريجانو اللي كان محطوط على البيتزا. مشكله الاوريجانو بس لما بيتركز في حته واحده البيتزا بتمرر. بس هو السجق طعمه حلو، الاوريجانو اللي محطوط فوق ده طعمه حلو، بس هو زياده في حتت وفي حتت لا. واخر حاجه جربتها بقى هي اساس التجربه دي وهو الدونر. انا طلبت من هناك دونر في عيش كايزر كان سعره 60 جنيه عشان العيش التركي ما كانش موجود، بس اول ما قابلت الشيف ممدوح وكان العيش التركي جه هو اصر ان هو يعمل لي سندوتش في عيش تركي. المهم ابتديت في الاول بالدونر اللي في عيش كايزر اللي انا كنت طالبه. المهم هي نفس المكونات بالظبط، بس اختلاف العيش بيكون محطوط على الدونر صوص الكونوفلوك ده ومعاه شويه سلطه كده عامله زي الكول سلو، وبرضه بيكون محطوط عليهم تاتش خيار مخلل. الصراحه الخيار مخلل مع الدونر كان طعمه حلو قوي، بس اللي احلى منه بقى مع الدونر صوص الكونوفلوك ده. هو بيكون عباره عن حاجات كتير كده قوي، هو اصلا صوص هولندي متكون من كريمه ومايونيز ولبن وبقدونس وحاجات كده كتير يعني. ونصيحه مني لو انت هتروح تجرب الدونر من هناك قول له يزود الصوص ده عشان هو فعلا بيخلي السندوتش طعمه احلى. بس عامه حاجه بقى فعلا من الحاجات الحلوه قوي في الدونر ده ان هو بيدوب كده، يعني انت بتاخد القطمه من هنا بتحس ان كل حاجه كده بتدوب في بقك. عاجبني في الدونر ده نفسه انها بتدوب كده خالص، محطوط برضو تاتش كده خيار مخلل جوه الساندوتش مديله ايدج تاني مختلف. بس انا اكتر حاجه عجباني صوص الكونوفلوك اللي جوه ده، الصوص ده نفسه مخلي الساندوتش طعمه حلو، بغض النظر عن اي حاجه. اللحمه نفسها دايبه كده وبتاع، فهو عجباني. هو مختلف عن الشاورما تماما. شفت حتى وهو كان بيتكلم في فيديو حته ما بين اللحمه البتيلا واللحمه الضاني ومحطوط عليهم كده بطاطس بيوريه، وبيتخلطوا كلهم مع بعض كده، يتحط على السيخ بتاع الشاورما، بتقطع بسكينه خاص كده عشان خاطر تطلع الحته اللي هي انها تدوب في البق يعني. فعلا هو الساندوتش عاجبني. تعالوا بقى ايه نشوف اخر حاجه وهي الحلو. سندوتش شوكولاته ويتش سعره 25 جنيه، والسندوتش ده هو ما فيهوش اي ابداع، هي لقمه عيش محترمه كده الصراحه طريه، محطوط جواها كميه محترمه من الشوكولاته وبتقفل، والصراحه الشوكولاته نوعها نظيف، فانا عجبني السندوتش ده. بس هو بيزك خالص، الشوكولاته مش متخففه، الشوكولاته اللي هو مستخدمها جوه عجباني قوي. في النهايه بقى وملخصا للفيديو ده، لو انا هرتب الحاجات كده اللي عجبتني من احسن حاجه لاقل حاجه، اول حاجه فيهم هو الدونر، سواء العيش التركي او العيش التاني هما الاثنين كانوا حلوين. تاني حاجه الساندوتش ده الحلو ده في حته ثانيه يعني، ده انت لو بتحب الشوكولاته وما بتجزعش هاتوا. معلش يا جماعه على الدوشه اللي حواليا. تالت حاجه الحواوشي او العيش بلحمه، واخر حاجه البيتزا هم محتاجين ان هم يشتغلوا عليها. وبس كده، شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم عباظه من قناه لايف وزوازه.